اهلا بيكم. انا دكتوره مها غالي من عيادات ريليف كلينيك. النهارده كان عندنا مريضه عندها شرخ شرجي مزمن. الحمد لله العمليه ما خدتش وقت طويل خالص، يعني 10 دقائق ربع ساعه، وباذن الله هتتعافى النهارده في خلال يوم. الموضوع بسيط، العمليه سهله، لكن ايه اللي وصلنا للعمليه؟ ان احنا سكتنا شويه كتير، ما كشفناش لما حصل عندنا اعراض زي النزيف، الام في الشرج، تقل مستمر بالذات بعد امساك مزمن لفتره طويله. كل دي من اعراض الشرخ الشرجي. الشرخ الشرجي لو حاد، يعني لسه في بدايته، ممكن يتعالج علاجات موضعيه بسيطه ومع شويه تدريبات يخف باذن الله. يا ريت ما نوصلوش لمرحله الشرخ المزمن ونوصل للعمليه. ورغم كده العمليه بسيطه خالص، نسبه نجاحها 100% الحمد لله. المريضه هتروح بيتها النهارده وتاكل وتعيش حياتها عادي خالص، مفيش اي مشاكل. لو حد حس باعراض زي النزيف الشرجي او بعد امساك مزمن او بعد ولادات متكرره وتقل في منطقه الحوض وحس باعراض، يا ريت يكشف فورا. الوقايه خير من العلاج، وكل سنه وانتم طيبين.